أنا والنص نتاعنا هو أبولي دومادور، أبوليوس لوكيوس. أبوليوس إيه يا أخوي، ما عجبكش أبوليوس لوكيوس؟ سي أبولي دومادور. هو سليل هذه المنطقة، هو ولد في هذه البلاد، ربى فيها وترعرع فيها وأنشئ فيها، وسافر من ذاك إلى العديد من البلدان لطلب العلم، كذهابه إلى تونس ومصر وإيطاليا، ثم روما، ثم إلى اليونان. أستاذي فاضل، نعم. هو ذهب إلى مدينة هيبارا. إيه؟ لماذا ذهب؟ تعرف يا سعدي علاش راح الهباطة؟ راح الهباطة باش يتعلم الفلسفة. إيه، باش يتعلم الفلسفة. لكن لما ذهب إلى هباطة وهو حيسافر، الولد نتاعو كان هو لو جوفرنور تاع المنطقة هذه، كان هو الحاكم. قال له أبوليوس إذا تنزل في هباطة عندي صديق مقرب وهو من كبار وعيان هذيك المنطقة، اسمه ميلون، وعنده اوتيل كبير ينزلوا فيه غير الأكابر والناس الفخامة. انزل عنده أبوليوس وتقرب منه، فرح به. زوجة ميلون كانت اسمها برينا. هذه برينا يا سيدي كانت منغمسة في فنون السحر. هو راح يطلب الفلسفة، يدرس الفلسفة، لكن يلقى السحر هو الفن الراقي والمطلوب في هباطة، ولذلك حصلت له حادثة التحولات. طيب هل فيه سؤال ثاني؟ لو سمحت يا أستاذ، نعم سيدي. وش من العلوم اللي درسها؟ العلوم اللي درسها أبوليوس لوكيوس، درس المنطق، درس الشعر، درس اللغة والأداب، درس الفلسفة، درس الفنون كالموسيقى والشعر، وكان جامع وملم، فهو عالم زمانه وفريد عصره وأوانه. أيها السادة يا كرام، هل في سؤال ثاني؟ ما هي أكثر مؤلفاته شهرة؟ ما هي أكثر مؤلفات